سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من امام المحكمة الابتدائية بمدينة الجريدة. شابة جميلة منهارة امام المحكمة كتقول بلي انها تعرضت لمحاولة الخطف وتكرفسوا عليا وبغيت غير حقي، ما بغيت حتى شي حاجة، لان الاغلبية ديالهم مازال ما تعتقلوش، وكنتمناو من الجهات المسؤولة تدخل. هادشي وقع في مدينة أزمور مشاهدينا الكرام ومع 11 ديال الليل. السلام عليكم لاله. سلام، سميتي سعاد، كنسكن في مدينة أزمور. سعاد ما توترش، اش اطر قطر. سعاد ما توتري ما والو. سعاد شنو وقع لك بالضبط ومعاش وكيفاش؟ أنا كنت خارجة من دارنا مع 11 ديال الليل، واقفة حدا الرامبو باش نشد طاكسي. دازو جوج طنابيلات وقفوا قالوا لي سعاد اجي نوصلوك قلت لي خويا فين كتعرفني؟ قال لي سولي عليا واحد السيده سميتها بهيجه. انا هاد السيده ملي جيت نعرفها لقيت هاد السيده صاحبه ماما ملي صونيت ليها قالت لي الو هاد الناس راه كنعرفهم. انا نعتهم لها وعطيتها المواصفات. هاد الناس تعداو عليا، هاد الناس ضربوني، هاد الناس انا باقا بنت، انا بنت دارنا، وهاد الناس شاقروني، وهاد الناس بغاو ياخذوني صحه يا ربي. وانا كنطلب من وكيل الملك وكنطلب من السادات المستشارين ياخذوا لي حقي. انا حقي ضاع، انا مش عارفه، وانا كنت عدم مع هاد الناس. انا الناس كيصحاب ليهم انني انا بيني وبينهم شي علاقه. انا هاد الناس قالوا لي ما عندك ما غادا تصوري منا. هاد الناس قالوا لي ما عندك على المستقبل ديالك سعاد. هاد الناس قالوا لي مشاهدينا الكرام سعاد مخطوبه، هي مخطوبه مشاهدينا الكرام، والخطيب ديالها فهم هادشي بطريقه ملتويه، لان بعض الناس كيحاولوا يغلطوه. سعاد مسكينه يعني عندها واحد العلاقه زوينه مع الخطيب ديالها وما بقى والو غيتزوج بها، وهاد الناس داروا اكسبري هاد القضيه باش انهم يخرجوا ليها على الحياه المستقبليه ديالها. سعاد ما تمطري ما والو، عاودي لي كيفاش الناس تعداو عليك، كيفاش ضربوك، كيفاش كانوا غيخطفوك. انا يبقى فيا الحال، انا كنطلب من المحكمه تاخذ لي حقي يا سيدي يا ربي. انا كنطلب من المحكمه تاخذ لي حقي. هاد الناس شدوني وتهداو عليا، كاين الكاميرات وقفوا عليا وهبطوا عندي بالواحد. انا ما عرفتهمش، هما كانوا 8، انا عرفت فيهم غير 3. شدوا شي وحدين فيهم؟ ما شدوهم سور بلاص، شحال عاد بس شدوهم. تعتقلوا هاد الناس؟ ما تعتقلوش هاد الناس، جاو عند البوليس عمروا لهم الدوسي ديالهم وخرجوا وطلقوهم. انا دزت معاهم في المحكمه، فوجئت المحكمه ما دخلش، قال لي اخو راه كاينه وكيله، قال لي الا ما بغيتيش. يعني هذاك اللي شكيتي به الاخ ديالو جا عندك؟ الاخ ديالو قال لي شوفي راه كاينه وكيله، قال لي الا ما بغيتيش تسمحي لي وتاخذي الفلوس، قال لي راه غادي يخرج. يعني انا غيبين لك بلي انه عنده علاقه مع القضاء. لا انا كنعرفوا بلي القضاء فوق كل شيء، والقضاء غياخذ لك حقك، لان هذا الكلام اللي قال هذا الاخ ديال هذا خطير. حنا كنعرفوا. شوف هذا الشيء السعاد المغاربه اليوم غيوقفوا معاك، وكل شيء غيبارطاجي هذا البث المباشر باش تاخذوا الحق ديالك، لان هاد الناس بغاو يخرجوك على المستقبل ديالك. الخطيب ديالك فهم هادشي بطريقه ملتويه، يعني انت مخطوبه اختي سعاد، والخطيب ديالك ملي وصلوا لك الفكره باللي وحدين بغاو يهزوها الناس ولاو كيقولوا انني انا كنت معاهم، كل واحد شنو ولا كيقول. وانا كنطلب من الكاميرات وكنطلب من شحال من حاجه وحاجه تشوفوا كل شيء بعينيكم. هاد الناس لا تلقاو ليا راه كانت فارماسيان فيها كاميرا، راه كاين القهاوي فيهم الكاميرات، راه كاين شحال من حاجه وحاجه، ومع ذلك ما خديتش حقي. وانا دابا كنطالب من المحكمه، انا حدا المحكمه، وكنطالب من المحكمه الموقره، وكنطالب من وكيل الملكي ياخذ لي حقي، ومن سادات المستشارين ياخذوا لي حقي. انا راني كنحس براسي ضيعه، انا راه مابقاش عندي الامان، راه مابقيتش هذيك الطمانينه كاع ما كنحس بها. ملي كنخرج كنحس بالناس كاملين كيهضروا عليا. هاد الناس اللي كنتلاقى معاهم في الزنقه انا ضاع لي حقي. انا ضاع لي حقي. انا سميتي سعاد، عندي 20 عام، باقا بنت دارنا، ضاع لي حقي. هاد الناس بغاو يختطفوني، هاد الناس ما عرفتش اشنو بغاو يديروا فيا، هاد الناس ما عرفتش اشنو. وانا دابا كنطلب من وكيل الملك، والناس اللي كتشوف فيا تاخذ لي حقي. انا راني كندوي وكل كنتراعد، نتوما راكم كتشوفوا كل شيء. انا باغا غير حقي، وهاد الناس عندي معاهم جلسه في هاد الشهر، عندي معاهم جلسه. انا كنطالب بحقي،
الله يرحم لكم الوالدين. انا كنطالب غير بحقي، ما كنطالب بحتى شي حاجه اخرى. هاد الناس قالوا شراوني بالفلوس، انا ما كنطالب بوالو، كنطالب غير بحقي. بالفلوس الناس ديالهم. الناس عندها اوديوات ديالهم. كنتمناو من الجهات المختصه انها تدخل، لان هاد الناس مازال ما تعتقلوش. يعني في نظركم هاد السيده او هاد البنت اللي باقا صغيره عندها 20 عام كنت اختطفات، واش كنا غنشوفوا شي جريمه قتل؟ واش كنا غنشوفوا شي كارثه؟ فين مدينه سعاد وقع لك هادشي؟ انا كنسكن في مدينه ازمور. بالضبط ازمور وقع لك في شارع العيون. هادشي وقع لي في الكاميرا، كاينين الكاميرات كلشي كاين، والناس ما خداوش ليا حقي. كاينين الكاميرات. انا كنطالب بالكاميرات، انا كنطالب بالكاميرات. انا حقي ما خداوش ليا، انا حقي ما خداوش ليا. كنطالب من الكاميرات وكنطالب من وكيل الملك ياخذ ليا حقي. هادشي اللي كاين. يعني كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، ما تنساوش تبارطاجيو هذا البث المباشر باش صوت هذه البنيه يوصل للجهات المسؤوله، لان كيف يعقل بنت باقا صغيره، يعني كيف ما كتلاحظوا باقا صغيره، يعني بنت مظلومه، يعني كتقول بلي ان حاولوا يختطفوا هاد الناس، وكتقول بلي انا كاميرات كاينين في ذاك المكان. وكنتمناو من رجال الحموشي، رجال الامن اللي تبارك الله عليهم دائما كيديروا خدمتهم في احسن الاحوال، يدخلوا ويشوفوا الكاميرات قرب من الكاميرا، لان هاد البنت كتقول بلي ان هاد الناس حاولوا يختطفوها، وكتعرفوا بلي ان العقوبه الاختطاف راه قاسيه بزاف. وكنتمنى من هاد 8 اشخاص يشدوهم رجال الامن ويديروا معاهم تحقيق. وتحقيق كيطالب بالتحقيق على انا كنطالب في التحقيق. انا 8 الاشخاص انا عرفت فيهم غير 3 الاشخاص، ومن ولاوهم ليا انا عرفتهم، ملي شفتهم انا عرفتهم، ولكن مع العلم انهم هما دخلوا وخرجوا. عمرو من القصه ديالك واش ضربوك؟ ضربوني ضربوني، تعدوا عليا، شتفوا عليا، ضربوني لوجهي، ضربوني لوجهي، لحمي كامل كان زرق، عندي شهاده طبيه ديال المخزن فيها 23 يوم وما تعتقلوش. هاد الناس طفاو ليا كارو في صدري، ولحد الان هذيك الكارو مازال مدراسي ليا في صدري. طفاو ليا كارو في صدري. هاد الناس ما عرفتش شنو كانوا باغيين يديروا ليا. انا لحمي كامل زرق بسبب هاد الناس. انا كنطالب غير بحقي، انا ما كنطالب بحتى شي حاجه اخرى. ديروني بنتكم، ديروني دريه ما كتعرفوهاش، ديروني اي حاجه. المهم غتشوفوا دريه مظلومه في حالي. انا كنطالب غير بحقي، هادشي اللي كنطالب به. ومع العلم من ذلك انني انا الاخ ديالي اللي انا كنقول الاخ ديالي هو يا خالي كان مسجون، ونهار اللي خرج من السجن قلت لي شنو طرا لي ولا شنو طرا لي، هو قال لي انك عندك علاقه معاهم. يعني الناس خيبوا صورتي. عافاكم خذوا لي حقي، الله يرحم لكم غير الوليد. ظنيت مشاهدي الكرام من البدايه، اقسم بالله هادشي اللي ظنيت من البدايه. هي ما قالت لي حتى شي حاجه، ظنيت باللي ان هاد الناس بغاو يخيبوا لها الصوره مع الخطيب ديالها ومع العائله ديالها ومع الاخ ديالها. يعني قالوا غنوقفوا عليها قدام الناس، والناس غيصاحبوا هاد السيده عندنا معها علاقه، وكل شيء غيولى داوي فيها، وغيبعد منها خطيبها، وعائلتها غيشوفوا فيها شوفها ناقصه، وصحاباتها غيقولوا هذه ما مزياناش لينا. ولكن هاد الشيء راه ما مزيانش. هاد الناس راه خاصهم اقصى العقوبات، خاص رجال الامن يتدخلوا من اجل القبض على هاد الناس، لان هاد الشيء راه خطير. يعني كنتمناو من وكيل الملك يتدخل ووكيل العام. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا كنطلب من وكيل الملك ووكيل العام ياخذوا لي حقي. هادشي اللي كنطلب. انا ما باغاتش شي حاجه اخرى. انا الناس فاش كنشوفهم قدامي كنحس براسي حقي ما خديتوش. انا بغيت غير حقي. الاعلام كاع ما كاينش شي كتبان. انا ما نقدرش اصلا نبان ونطلع في شي لايف وبوجهي، ويعني ما عداش ان بالعلم كلشي كيعرفني. انا سعاد بنت مدينه ازمور، يعني عائلتي يعني معروفين. ولكن ملي شفت راسي محقوره، ملي شفت راسي محقوره انا بغيت نبين للناس اللي هما داو عليا صوره خايبه، واللي هما كيسحبوني. انا كنت معاهم وما عرفتش اشنو. انا راني غير مظلومه، انا غير مظلومه. هذوك الناس راه غير ظلموني. انا كنطالب من الكاميرات وكنطالب من شحال من حاجه وحاجه باش نتوما تعرفوا الحقيقه. انا الناس خدات عليا صوره خايبه. انا كاينين الناس اللي كنعرفهم ما بقاوش كيدويو معايا على قبل هادشي، قالوا لي لا يعني عندك يد معاهم. انا كنطالب غير بحقي. انا دابا قدام المحكمه كنطالب من وكيل الملك ياخذ لي حقي. هادشي اللي بغيت. يعني كيف ما سمعتوا معنا مشاهدين قناه شوف تيفي، هي كنا كاع ما كنتش متاكده من نفسها، ما غتبانش بوجهها كيف ما كتقول، لان هي بنت عائله معروفه، بنت عائله شريفه. كنا كاع ما كانت محقوره ما كتبغيش تبين وجهها، وهي بانت غير باش توضح الاخ ديالها والعائله ديالها وتطلب من القضاء. حنا كنا كنعرفوا بلي ان القضاء نزيه، كتطلب من القضاء يتدخل من اجل القبض على
هاد المجرمين اللي بغاو يخيبوا الصوره ديالها مع الخطيب ديالها اللي قربت تزوج به ودير عائله وتولد حتى هي وليدات، ولكن هاد الناس بغاو يخيبوا الصوره مع الاخ ديالها ومع الخطيب ديالها ومع الام ديالها ومع الاصدقاء ديالها. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كنتمنى من رجال الامن يدخلوا على الخط باش يفتحوا تحقيق في هذا الشيء اللي واقع، لان هي كتقول كاينين كاميرات وهي متاكده ان كاميرات كاينين، وملي غيبانوا الكاميرات بطبيعه الحال غيبان الحق. وكنتمنى منكم تبارطاجيو ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر. باقا باش تقول شي حاجه لهذا؟ انا كنطالب غير بحقي، انا ديروني بنتكم، ديروني انسانه يعني مظلومه، كنطالب غير بحقي. هاد الناس عندي معاهم جلسه في هاد الشهر، يعني انا كنطالب بحقي. هاد الناس باش ما يخرجوش، حيت هاد الناس ملي كنشوفهم قدامي يعني صافي انا ما هاد الناس كنشوفهم قدامي وكيقولوا لي راكي ما استفدتي منا والو، راكي ما تصورتي منا والو. يعني انا كنطالب غير بحقي، ما بغيتش حتى شي حاجه اخرى، بغيت غير حقي يبان. الله يرحم لكم الوالدين، انا بغيت غير حقي يبان، حيت انا راه هادشي متاكده منه. كون ما كنتش متاكده منه انا ما غاديش نجي نطلع اللايف ونتلاقى بالصحافه وندوي على حقي. يعني كما كتعرفوا بلي انا قناه شفتي هي قناه الشعب وكتوصل الصوت ديال المواطن، وكنتمناو منكم مشاهدينا الكرام تبارطاجيو هذا البث المباشر. هاد 1300 اللي طالع دابا تبارطاجيو باش يطلع على هذا الشيء الجهات المسؤوله، ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر.